السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم معانا في حلقه جديده من حلقات سحر العطور. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد عليكم. انا اكتشفت وانا بتكلم في العطور ان انا لما بيكون معايا الاوريجينال باتل زي كده او كده، الناس بتصدق ان انا معايا اوريجينال برفيوم. بس ساعات الواحد بيكون عايز يجرب الاول، فبيشتري حاجه بنسميها ترافل سايز زي كده او كده عشان يجرب قبل ما يشتري الفول باتل. بس مش دايما بيكون كده متاح، يعني مش دايما بيكون الشركات عندها ترافل سايز، فبتضطر انت بتشتري حاجه اسمها تقسيمه زي كده او كده. كلمه تقسيمه او ديكانت يعني لان في ناس كتير بتتخيل ان دي مش اوريجينال، لان هي بتدي احساس قوي زي تركيبه او تقليد. ده بيكون ان الشركه الاوريجينال مش عامله ترافل سايز صغيره زي كده. فبنعمل ايه؟ اللي بيحصل في الفيديو اللي مش عايز يسجل ده وكل شويه نعيد ونزيد فيه ان واحد بيكون مش عايز ياخد كوميتمنت او يلتزم ان هو يشتري فول باتل زي دي 100 مللي، تكون طبعا سعرها غالي، بيكون مثلا 10000 جنيه. ما الاوريجينال كده بيكون مثلا $100 او $200، عما يوصل لنا بيبقى 5000 10000 جنيه. فبيجي واحد يشتري الفول باتل ال 100 مللي، هيعملها تقسيمات 10 مللي لكل واحد، وليكن مثلا يديني 10 مللي زي كده. فبيكون ده برضه يا جماعه اوريجينال. انا بقول كده عشان لقيت ان في ناس من اصحابي اللي بيطلعوا معايا في الفيديوهات فاكرين الحاجات دي مش اوريجينال. انا او غيري ما ينفعش نعمل ريفيو على عطر مش اوريجينال تركيب، لان انا مش عارف انت هتركب ازاي او غيري هيركب ازاي. ده غير طبعا التحفظات اللي موجوده عندي اللي ممكن نتكلم فيها في فيديو ثاني عن الفرق ما بين العطور الاصليه والعطور الاوريجينال. فالتقسيمه اللي معانا النهارده في ثالث يوم عيد الاضحى ان شاء الله، اللي عملت المقدمه دي كلها عشان اقول لكم ان في الاخر التقسيمه دي اوريجينال، جايه من عطر اوريجينال. التقسيمه النهارده من عطر اسمه ديور اوم كولون. طبعا احنا عارفين شركه ديور، جربنا منها قبل كده سوفاج على سبيل المثال، ودي ده عطر من العطور المشهوره. واوم معناها رجل بالفرنساوي، كلون يعني كولونيا. كلون بيكون اقل تركيز، اللي هو بيكون زيت العطر في العطر بيكون مثلا 3 ل 5%. بعد كده الاي دي تي بيكون 5 ل 15. بعد كده الاي دي بي او الاودو بارفان بيكون من 15 ل 25. اعلى حاجه بيكون البارفان من 25 ل 40. ديور اوم كولون عطر من العطور الايقونيه اللي انا جبته رغم ان انا عارف ان هو تركيز العطر فيها هيكون قليل والاداء بتاعه كمان هيكون ضعيف. بس فكره الكلون او الصوره الذهنيه بتاعت الكلون هو الكولونيا الماسكلانيتي الكلاسيك كده، الرجاله زمان كانوا بيحطوها. فمهما كان اداؤه بيكون ضعيف، بيديك الاحساس الرجولي كده بتاع الواحد لما يخرج من عند الحلاق يحط كولونيا. الاحساس ده بيكون جميل. النوتات الاصليه بتاعت العطر ده هو عطر بسيط جدا وسهل جدا. النوتات المعلنه بتاعت العطر ده برغموث، وفي وسط العطر الجريب فروت بلاسم او الزهره بتاعت الجريب فروت، وفي القاعده المسك. عطر سهل بسيط، سهل جدا ان انت ترتديه. تحس ان هو عطر شفاف كده، يعني ما فيهوش تعقيد كتير، ومش دايما يعني محتاج العطر يكون معقد، ممكن يكون سهل كده وبسيط. الجمال بتاعه بيكون في البساطه بتاعته. ده عطر ترتديه وانت نازل تشتري حاجه من جنب البيت، خرجت كم مشوار كده وراجع وعايز تستعيد نعنشتك تاني ترتديه. غير بقى العطر بتاع امبارح بتاع اللي هو يو سمون لايك يو، كان عطر نعناع تقيل. فنقدر نقول ان بلو دي شانيل كان اول يوم معانا، ده بيعبر عن البريسنس او الحضور. وامبارح كان يو سمون لايك يو النعناع العنيف ده، نقدر نختصره في كلمه الايف اللي هو حاجه حيه كده. ونقدر نختصر ديور اوم كولون في ان هو عطر كلين. ده كان عطر ثالث يوم العيد. استنونا عشان بكره اخر يوم العيد ان شاء الله هيكون معانا رابع عطر، وبرضه هيكون عطر صيفي ان شاء الله. اديكم هنت عطر بحري. قولوا لنا ايه اكتر عطر صيفي انتم بتحبوه. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله.